ويتوقع ابتداء من يوم غد دخول بعض التساقطات المطرية أقصى شمال المملكة بحول الفترة الصباحية على برد وطنجة وتطوان والعرائش، وكذلك للميمون على التازية وقرية بو محمد سيدي سليمان والرباط، وأجواء غائمة على الدار البيضاء والجديدة مع احتمال ربما بعض القطرات المطرية الضعيفة، واستمرار هذه التساقطات المطرية على تطوان وأصيلة والعرائش وسيدي سليمان مع احتمالية عودة أمطار الخير خلال الأيام القادمة، وأجواء غائمة على أقاليم الجنوبية للمملكة مع احتمال بعض القطرات الضعيفة ربما تكون على كذلك طنطان وقلميم والسمارة، لكن أمطار ضعيفة محليا مع أجواء غائمة مع احتمال عودة أمطار الخير خلال الأيام القادمة إن شاء الله. سوف نقدم لكم المدن المعنية إن شاء الله الثبات لهذه الخيرات، وكذلك نسأل الله أن يكون هذا المنخفض الجوي جد قوي بإذن الله ليؤدي إلى أمطار عاصفية وكذلك خير كبير إلى المملكة يوم الاثنين. عودة أمطار الخير إلى المملكة والمدن المعنية فهي شمال غربي على الناظور والتريوش الحسيمة إساقن وشفشاون للميمون استعلال تازي وزان وسيدي سليمان قرية بو محمد وفاس، وكذلك تهلم كناس الخميسات الرباط من سليمان الدار البيضاء القارة برشيد سطات ولا فرش الجديدة خريب قواتزم، وكذلك الوليدية أمطار جد معتبرة في التوقعات البعيدة مع احتمال تساقطات ثلجية جد معتبرة وأمطار حاضرة إن شاء الله. لو كان يمدينو أزمز من تانوت وقال استغنى وكذلك بني ملال وزود شيخ واتزم وخريبقة خنيفرة وسكورة متاز وإفران، وكذلك تهلا وفاس ومكناس وتوريت وكذلك ساكا والجيش الشرقي على وجدة وبركان والناظور وجردة بحول الله. يتوقع استمرار التساقطات المطرية على أقصى شمال المملكة بإذن الله. بالنسبة للتوقعات البعيدة نسأل الله الثبات.